أحد الشباب يدرس في الجامعة يقول إذا جاء موسم الحج ولا موسم العمرة عندي سيارة أشيل فيها الحجاج وأشيل فيها المعتمرين وما أوصلهم من سكنهم إلى الحرم أو العكس أو إلى المطار، ويقول أتسبب فيه رزق يجينا، وهذا ديدني في وقت رمضان ولا وقت الحج ولا وقت المواسم المباركة. يقول الحمد والشكر لله ساتر على نفسي وتكاليفي قايما بها، والسيارة اللي عندي موديل قديم شوي. يقول كان ذاك اليوم يوم جمعة في 20 بداية العشر الأواخر من رمضان، الكلام هذا الظاهر قبل 12 سنة. يقول وأنا جاي في هاك الشارع الساعة 10:30 يوم الجمعة بداية العشر الأواخر من رمضان، يقول والقى هاك الشايب وزوجته ومعهم 3 و4 أشناط من المغرب، واضح من لبسهم من المغرب. يقول وقفت عنهم أشروا لي ممكن تودينا؟ قلت أوديكم. يوم حملوا عفشهم قلت وين أوديكم؟ قالوا دور لنا شقة مناسبة للمبلغ اللي معنا، احنا بنقعد 10 أيام، قعدنا 20 يوم في مكة و10 أيام نقعدها في المدينة. هال10 أيام هذه بندفع كل يوم 100 ريال قيمة الغرفة اللي احنا بناخذها، ما عندنا أكثر من هذه الميزانية. قلت يا وين ب100 ريال يعني غالي، لكن ممكن نلقى سكن بعيد. قالوا في أي مكان. يقول وجلس أدور أنا وياهم، كل ما نزلوا مع العمال اللي ماسكين الشقق هذه 200 ريال 180، ما حد نزل لهم 100 ريال. يقول أنا ما عندي إمكانية مادية، ظروفي يعني مصلحة. يقول لين لقيت ذاك العمارة البعيدة ولقيت فيها هندي قاعد على الكرسي. يقول وجي قلت في شقق عندك؟ قال إيه في عندي غرفة وصالة أو غرفة الله يعزكم دورة مياه. قالوا هذا اللي نبغاه. بكم؟ قال ب100 ريال. يوم قال ب100 ريال قالوا هذه احنا نبيها. يقول وانا انزلهم وينزلون عفشهم ويتوضون ويتجددون ويخلصون امورهم، قلت يلا بوديكم الحرم. يقول يوم وصلتهم الحرم على دخول الشيخ الامام، لان كان قلت لكم يوم جمعه، وانا انزلهم قالوا كم حسابك؟ قلت والله ما تعطوني شيء، انا اخذها اجر هذا. يقول مع اني والله قعدت معهم اكثر من 3 ساعات بس اتعبوني. رحت انا وقفت سيارتي في المواقف، انتهت صلاه الجمعه، جاء يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين من يوم الجمعة يوم الاثنين. يقول أنا نفس الوضع، أمر على الحرم إن كان أحد يبي يوصله ولا. كان ذاك اليوم عقب صلاة عشاء، الناس طالعة من الحرم تبي تروح شقيقة. يقول أنا يوم جيت وأشوف خوي المغربي اللي أنا وديته للغرفة أشوفه بعيد، قلت بوخر عنه خاف بعد يوديني مكان ثاني ولا يتعبني. يقول له يصارخ علي تكفى وقف وقف، يقول يصارخ ويركض علي ركض. يقول يوم وصلني يقول هو الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر. يقول أنا الحين تغير، وش فيك؟ قالوا أتذكر الغرفة التي أنت سكنتنا فيها؟ قال ودنا لها. ليش؟ قالوا أصلا من يوم جبتنا احنا ما عرفنا عنوان ولا قدرنا نرجع، لنا 3 أيام في الحرم ناكل على حساب المسلمين. يقول لا أخذنا عنوان ولا أخذنا رقم تلفون ولا دلينا الشقة. والله إني أدعي بأخلاص عملي إن الله يقول مو ملقيني إلا أنت ولا غيره، ما راح ألقى شقتي هذه فيها جوازاتي وفيها فلوسي وفيها ملابسي أنا وزوجتي. والله نحن قاعدين على المحسنين هنا كلنا يعطينا أكلنا وشربنا ونروح الله يعزكم دورات المياه حقة الحرم ونرجع. فيقول والله من بين مئات الآلاف بس أنا أذكر سيارتك وأذكر شكلها، يوم شفتك ركضت لك. أتذكر الغرفة؟ قلت هي أذكرها، ليش ما أذكرها؟ يقول وأركبهم. يقول والله أنهم متباشرين كأن ما شاء الله تبارك كأن أكبر مفاجأة جايت لهم، وأركبهم معي. يقول وأروح لين جيت عند الهندي، ولا الهندي زعلان اللي في الغرفة هذا، أنا أبغى يطلع شنطة برا أنا ما أدري إيش أنا. يقول ظنيت أنهم بس حجوا علي الغرفة ولا أعطوني فلوس اللي حق يوم واحد. قلت يا ابن الحلال هذيلا ما دلوا عنوان وقعدوا في الحرم وأخذوا الكرت وأنت ما أعطيتهم. فكانت الوقت يقول فوالله يوم رجعتهم فيهم فرحة ما يعلم فيها إلا الله. فسبحان الله. يقول المغربي للرجل والله إني أدعي ربي قايم قاعد في الروضة الشريفة إن الله يلقيني السواق اللي وصلني، لأن ماني مستدل على غرفتي إلا بالسواق. فهذه من القصص اللي نقول من فضل الدعاء فيها سبحان الله. يعني حتى الدعاء يقولون إنه في إصلاح الله يعزكم من عليك، لا تستهينوا بالدعاء لصلاح أبنائكم، صلاح أخوانكم، صلاح عائلتكم. الدعاء يا أخوان أمر عظيم. أول ما ينزل الابتلاء اتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتجه لأي مخلوق، واشكر الله واحمده على هذا الأمر ثم نطلبه باللي تريد. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عني كل خير. الله يسعدك أبو عبد العزيز ويبارك